تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أيعيني رغيف عيش أسوقه لك. يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب. هي دي بتاع ودود بقى. أنا لك فبحقي عليك كن لي محبا. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم كلكم جميعا يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. وحشتيني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده جايبه لكم فيديو كده ممتع للغاية. احنا هنعمل عجوة على التراث القديم على طريقة جداتنا زمان. عجوة كده لا بتحتاج فريزر ولا تلاجة ولا بتحتاج ان انت تحطيها في اي حته. تحطيها عادي خالص في اي مكان بس ما تحطهاش في تلاجة ولا في اي حاجة. ممكن تقعد عندك سنة و2. شوف الطريقة اللي انا هعمل بها العجوة طريقة جميلة جدا. دي توارثناها من جداتنا وامهاتنا. طريقة بصي ما بعدهاش. احنا بنعمل العجوة متعودين نعمل عجوة بكمية كبيرة. يعني مثلا لو اللي انت شايفاها اللي احنا جدناها دي الدايرة اللي احنا جدنا فيها دي احنا كده بنلم الدمس وبنيجي حاطين الدمس اللي هو راس المواشي الناشف اللي هي الجلة الناشفة المفروكة. بيبقى مخزنينها كده كتيرة كمية كبيرة وبنلم كده كتير وبنقعد نولع فيه كده مثلا اخر النهار مع المغرب كده وتاني يوم الفجر زي ما انت شايفة كده احنا في الفجر بنجيب الطرية كده ونفتح في الدمس بيبقى خلاص تحول لرماد وجواه جمر نار جايد. فاحنا بنفتح فيه ونحط الحلل. طبعا مش العجوة دي كلها بتاعتي انا. لا مش كلها بتاعتي انا طبعا. زي الفرن بالظبط. احنا عندنا في الريف البيوت مفتوحة على بعضيها وكل ما مثلا لو في فرن بيخبز في كذا يعني كام حد كده بيجي يخبز الفرن اللي هو خلاص اشتغل وتحمى. يعني ما الفرن لما بيجي نحميه بياخد كميه من النار كتيره خلاص هو الفرن سخن فاقل حاجه بتكفيه. فدي الناس بتخبز ورا بعضيها. فلانه جايده الفرن طب احنا هنروح ناخد الخبيز بتاعنا ونروح نعمل طالما هي جايده الفرن فيعني البيوت مفتوحه على بعضها في الريف والناس عارفه بعضها كلهم كده. يعني يعتبر عيله واحده وجرايب وعارفين بعض بالاسامي وبكل حاجه. فالناس مش كل واحد في حاله لا كلها مفتوحه على بعضيه. فمثلا انا جايده دمسه زي دي. طبعا الدمسه بتاخد كميه كبيره من الدمس خالص. بتاخد يمكن 7-8 اكياس من الدمس وبتاخد مجهود وكده. فخلاص طالما كده هي بتكفي كذا حله. يعني شايفه احنا حاطين كام وحاطين حله رابعه كمان بس ما بانتش في التصوير. كان 3 حلل كده. يعني الناس بتيجي تعمل ورا بعضها الحاجه يعني مع بعضيها. انت هتجيبي يا فلانه فانا هجيب. انا تخصني حله واحده هوريها لكم دلوقتي. يعني هوريكم الحله واحنا شغالين ان شاء الله. اقول لكم دي اللي تخصني انا والتانيه بقى بتخص بتخص ناس تاني.
فبص، اهم حاجه متنسوش ام محمد بالاعجاب، واللي بيشوف قناتنا لاول مره يشترك لنا فيها ويفعل الجرس ويضغط على كلمه الكل علشان اي جديد احنا ننزله يوصله على طول. احنا قناتنا قناه ريفيه، محتوانا ريفي، اي حاجه بنقدمها في قناتنا فهي ريفيه، بتتكلم عن حياه اهل الريف والتراث القديم وجداتنا ازاي كانوا عايشين، وشغله مع الكانون وفرن الطين، والحياه البسيطه الطبيعيه، حياه اهل زمان اللي كلها رضا. فطبعا احنا بنجيب العجوه دي يا جماعه، احنا بنجيب البلح الاول، بنحش منه البذر، وبعدين نحش البذر، وبعدين نفصصها كده من بعضيه، وبعدين نعجنها ندعكها يعني كده بايدينا ونطلعها في الشمس. كل يوم نيجي في اخر النهار نغطي البلح او اللي احنا بنعمل فيه عجوه ده، نغطيه عشان الندى ما ينزلش عليه، ونصبح الصبح نعمل الشمس تحمى نعرى عليه، الشمس تحمى نيجي عجنينه تاني، واخر النهار نعجن تاني ونغطي كده. نعجن العجوه دي في اليوم مرتين في الشمس وهي على السطح كده لما تنعم خالص، تنعم. وبعدين نيجي جايدين لها النار زي كده. النار دي بنجيدها من المغرب، تفضل الليل كله لما الدمس اللي محطوط ده كده يصفى خالص. نقوم بقى احنا على الفجر زي ما شفت كده، نيجي حاطين العجوه بالطريقه دي. نجيب الحله وندفنها في النار، يعني نخليها كده، نعمل لها حفره ونحط حواليها نار، ونقلب كل شويه ننقلها في مكان تاني، يعني المكان ده نغيره ونحط في مكان تاني وفي مكان تاني على طول. احنا قعدنا نطيب في العجوه دي من الفجر كده لحد اخر النهار. بس ما شاء الله عملنا كده احلى عجوه، بسم الله ما شاء الله. هتشوفوها معانا كده في الاخر، وهتشوفوها وانا بحطها في البرطمان، هتشوفوا كل حاجه. طبعا الحله اللي هي خاصه بيا انا هتشوفوها يعني معايا، وهوريها لكم كده وتعرفوها. هقول لكم دي الحله اللي خاصه بيا انا، اللي هي حلتي انا، بس انا ماليش غير حله ومش مليانه، وفيها شويه كده يعني، هي مش مليانه على قدي والحمد لله. فبصوا بسم الله ما شاء الله بقى، دي مش حلتنا بقى، دي حله ام عبده. ام عبده هنا برضو جايبه عجوه ببلح طيبه هنا معانا برضو في الدمسه زي ما انتم شايفين كده، او في النار اللي احنا عاملينها. فبرضو هي بتقلب في العجوه بتاعتها يعني. فدي العجوه دي تخص ام عبده، يعني ام عبده دي يبقى جاره وصاحبتي وقريبه في نفس الوقت، يعني قرايب وجيران وصحاب، فاهمني. بس فطبعا هي بتقلب في العجوه بتاعتها كده، يعني بنقعد بقى نحرك يا جماعه اليوم كله، نحرك العجوه دي، نجيب اللي تحت فوق واللي في الجناب واللي من فوق تحت، ونفضل نقلب فيها علشان كلها تاخد من النار، كلها تطول النار كلها يعني. وبعد ما نعرفها خلاص استوت اخر النهار، وندوقها كده ونلاقيها استوت وحلوه وكلها بقت حته واحده، ما فيهاش حته نيه وحته طايبه، وتكون كلها اتظبطت خلاص. فبنحوشها، بنيجي اخر النهار حيشينها من النار، ونيجي سايبينها بايته في الندى عريانه ما عليهاش غطا، تبيت كده في الندى. نصبح نلاقيها بقى خلاص هي اتندت، نغطيها قبل الشمس ما تطلع، لان عشان نتويها بالندى بتاعها تعيش عمر كبير، تعيش فتره كبيره، وبتكون حلوه جدا جدا. اهم حاجه قبل ما بنحطها في النار لا يمكن تشوف الندى ابدا. الندى ده بعد ما بتطيب بنندي العجوه، بنخليها تبيت كده ليله في الندى، وتبرد في الندى كده وتبقى حلوه، ونصبح الصبح بدري نلمها بنداها ونغطي عليها قبل الشمس، ونلمها في البرطمانات بقى في بلاليص اللي احنا هنخزن فيه. دي بقى العجوه اللي تخصني انا، دي شايفين، هي دي اللي تخصني انا، كنت بوريها لكم اهي، ده حلتي انا، فاهمني كده. احنا خلصنا، وده كان تاني يوم الصبح، والعجوه استوت والحمد لله يا رب، وسبناها في الندى. وصبحت تاني يوم الصبح كده جبتها علشان اعبيها في البرطمان، عبيتها في البرطمان ما شاء الله ما شاء الله. انا مليت البرطمان ده وفتحتها كده، عملت بها عملت سميد كده وطيبتها في الدمس. هتشوفوا الفيديو اللي بعد ده على طول، هتلاقوني انا عملت سميد بعجوه وطيبتها في النار، في الرماد اللي انتوا شفتوه معايا دلوقتي ده، انا طيبت فيه سميد. هتشوفوا ما شاء الله ما شاء الله، الفيديو هيعجبكم جدا جدا جدا. دي طريقه جدتنا يا جماعه، كانوا بيطيبوا العجوه بالطريقه دي، وكانوا بيعملوا كل حاجه بالطريقه دي. ويا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم، ونكون بتستمتعوا بفيديوهاتنا، ونكون دايما كده بنقدم لكم معلومه حلوه تستفيدوا منها، او حتى تشوفوا جدتنا ازاي كانوا عايشين يعني، وبيعملوا حاجاتهم دي، وازاي هي. بالله عليكم بقى تعملوا لنا اعجابات كتيره او لايكات كتيره علشان فيديوهاتنا تتشاف وتقترح، وعدد من الناس كده كتير يشوفها، واللي عنده جروب عنده اصحاب يشيرنا الفيديوهات ويخليها كده تتشاف وتفضل موجود، ونفضل يعني وتقفوا جنب محمد كده عشان قناتنا تتشاف، محتوانا الريفي دي يتشاف، اللي هو خلاص قد يكون انقرض، فهو موجود عندنا احنا في محتوانا. وقولوا لنا بس في التعليقات رايكم في الطريقه، وتقولوا لنا كده يعني رايكم في العجوه بتاعتنا. اترككم في رعايه الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف ألف سلامة. مع السلامة.